تعالوا النهاردة نعمل مع بعض وصفة حلوة جدا. بما اننا داخلين بقى على المدارس وسندوتشات المدارس، حبيت اشارك معاكم الوصفة دي. هتكون حلوة جدا للاولاد، هيحبوها. للسندوتشات كده في اللانش بوكس هتكون حلوة جدا معاكم. كل سنة طبعا وانتم طيبين، ربنا يجعله كده عام دراسي سعيد علينا وعلى اولادنا، ويجعله خفيف كده علينا كلنا، عشان ايه بجد الامهات بقت مسحولة سحلة جامدة قوي. يلا بينا نشوف هنعمل ايه مع بعض. بس قبل ما ندخل على الفيديو بتاعنا نسمي الله ونصلي على الرسول، ونشوف بقى هنعمل الجمال ده ازاي. مكونات بسيطة قوي هتعمليها بكل سهولة. هجيب بقى نص معلقة من البابريكا، نص معلقة من البصل بودر وتوم بودر، نص معلقة برضو كبيرة من الملح، معايا نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود. بس كده دي المكونات اللي معايا. هضيف كمان عليهم نص كوباية من النشا، وعليهم نص كوباية من المية، وتكون متلجة مية. لو حابة كمان تحطي فيها تلج هتكون حلوة أوي. أهم حاجة في الوصفة إن حاجتك كلها تكون ساقعة معاك، يعني نص كوب المية اللي احنا استخدمناه هيكون ساقع جدا. ما ننساش كمان نحط معلقتين من زيت الطعام على الخلطة بتاعتنا دي، علشان طبعا الخلطة هتكون ملزقة معايا شوية، هو هيساعد ان احنا نعرف نتعامل معاها. هستخدم في الوصفة بتاعتي نص كيلو من الفراخ اللي هي صدور البانيه، وبحطه كده في التلاجة، بقطعه قطع كده صغيرة عشان يمشي في الكبة. وبعد كده بدخله الفريزر ساعة كده، عايزاه برضو يكون ساقع جدا معايا ومتماسك شوية. دي اهم خطوة من نجاح اللانشون اللي احنا هنعمله. هنعمل اللانشون من غير بيض، من غير لحمة، من غير زبدة ولا مكونات كتيرة، وهيطلع معاكي طعمه حلو جدا، احلى من اللي بره بكتير. وكمان اضمن. كل اولادنا بيحبوا اللانشون طبعا زي ما احنا عارفين. انا من الناس بخاف اجيب لاولادي لانشون اللي هو الجاهز، فحبيت اعمله لهم في البيت وافرحهم بيه. وطبعا هياخدوه في اللانش بوكس بتاعهم في المدرسة ان شاء الله هم رايحين، وهيكون حلو جدا. هيوفر عليكي حاجات كثيرة جدا، وكمان هتأكلي أولادك حاجة هتكون مفيدة انت اللي عاملاها بإيديكي. خلاص هفرم بقى النص كيلو الصدور اللي معايا كده. فرم ناعم جدا. انا لقيت الكبة بتاعتي دي صغيرة، فهبدلها بالكبة الكبيرة، عشان احنا محتاجين نخلط كل المكونات دي مع بعضها في كبة واحدة. خلاص هفرم الفراخ فرم ناعم جدا، علشان بقى ناخد طعم اللحمة ويكون الطعم باين قوي بتاع اللحمه، اكننا بناكل لانشون لحمه فعلا. هضيف عليها مكعبين بس من الدهنه البقري او الدهنه الضاني، وكمان هضيف عليها مكعب من المرق البقري. خلاص مرقه اللحمه البقري. خلاص كده نفرمهم بقى كلهم في الكبه مع بعض لحد ما القوام بتاع الفراخ يكون ناعم معاكي كده. بعد كده بقى هنزل بالخليط اللي معايا، اللي هو عبارة عن نص كوباية من النشا، عليها نص كوباية من المية المثلجة، نص معلقة من البابريكا البصل البودر والثوم البودر، نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، كمان ضفت عليها نص معلقة من السبع بهارات. واللي انا ضفته عليها دلوقتي ده معلقتين كده من البنجر المبشور، علشان انا عايزه قيمه غذائيه عاليه لاولادي، عايزاهم ياخدوا طعم حلو، وكمان يكون فيه غذاء. يعني البنجر طبعا كلنا عارفين فوائده، فيه نسبه حديد عاليه جدا، فانا استخدمته. واللون ده مش هيفضل معايا كده، اللون هيروح في التسوية. لو انتي بقى حابة اللون بتاعك يفضل كده وعايزاه زي اللانشون اللي بره بالظبط نفس اللون اللي بره، هتضيفي بصي معلقة كده من لون الطعام او نقطتين بس، لحد ما اللون يبقى معاكي اللي انتي محتاجاه، لون الطعام الصحي. خلاص انا ما كانش عندي الصراحة، وبعدت اجيب ما لقيتش يعني جنبي في الوقت اللي انا كنت محتاجاه، فمش مشكلة، عملته وكان حلو جدا. هو بس فرقت اللون علشان ما كانش عندي اللون الصناعي اللي هو بتاع اللانشون اللي بره. بس كده لو هو متاح عندك حطيه، ومش هتفرقيه عن بره خالص، واطعم وانضف كمان زي ما قلت لكم. وكمان بتوفري كتير وبتاكلي اولادك حاجه مفيده يعني. كفايه بس معلقتين البنجر اللي احنا حطيناهم في الوصفه دي بيكونوا حلوين جدا، فيها حديد طبعا، والفراخ وكل حاجه معموله بنظافه في البيت. بعد ما خلصت بقى الوصفة وضربناهم كويس قوي في الكبة مع بعض، هجيب كده ستريتش راب او كيس حراري عندك، وابتدي انزل بالكمية اللي عندي، وابتدي الفها كده واقفل عليها كويس من ناحيتين. وبعد كده بجيب ورق سلوفان برضو ونقفل عليها كويس جدا. المقطع بتاع الورق السلوفان ده معرفش ما تسجلش ليه، بس ما علينا، بتلفيها كويس جدا علشان مش عايزة نقطة مية توصل لها. خلاص كده
هنا بقى هنجيب حلة على النار وهنسيبها تغلي كويس على النار من غير اي حاجة، ما فيهاش اي حاجة المية. وممكن عندك يعني خيارين للتسوية. انا هسوي النهاردة على البخار، والتسوية بتاعت البخار حلوة جدا ويعني سهلة وما فيهاش حاجة. انتي بتحطيه بس كده في الحلة المغلية وتحطي مصفى، وفي حين واخر كده بتقومي مقلباه بس، وبتسيبيه ساعة على نار هادية جدا يستوي براحته. يقعد ساعة معاكي، ساعة وربع بالكتير. تمام. وبعد كده بيكون جاهز معاه. التسوية ممكن كمان تحطيها في الحلة على طول في المية لو انت عايزاه تنزليه في المية، بس انا مش عايزاه يوصل له مية خالص، فهتكوني قافلاه كويس جدا 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 عشان مفيش نقطة مية توصل له من جوه. لو وصل له اي مية الوصفة كلها هتبوظ منك ومش هيكون ناجح معاكي خالص. خلاص كده. فانت الاضمن ليكي سويه زي ما انا سويته على البخار، مش هيقعد معاكي كتير، ساعة ساعة وربع وهيكون جاهز معاكي. اول ما المية بتبتدي تغلي بتهدي النار عليها وتغطيها بس بغطا محكم علشان البخار هو اللي هيسوينا الوصفة اللي معايا. خلاص كده قعد معايا ساعة وربع، هو كان ساعة استوى وانا سبته ربع ساعة كمان زيادة تأكيد. وعملت له كمان اختبار كده بالخلة، لقيته خلاص طالعة معايا نظيفة كده، كان استوى زي الفل قبل ما افتحه خالص. هبتدي بقى اشيل ورق السلوفان كده من عليه علشان نشوف بقى الجمال ده شكله عامل معايا ايه. طبعا بتسيبيه يهدى، المفروض ان انتي بتسيبيه يهدى شوية حلوين. وكمان قبل ما بتقطعيه بتسيبيه مفروض ليلة كاملة في التلاجة علشان يتقطع معاكي بسهولة، بس انا هقطعه معاكم دلوقتي وهتشوفوا قد ايه القوام بتاعه مظبوط، قد ايه هو حلو جدا. ما سبتهوش خالص يعني، هو كان لسه ساخن وهنشوف البخار بتاعه. يا دوبك شلته من على البخار وابتديت اقطعه معاكم عشان اوريهولكم واكمل الفيديو بتاعي واخلصه. بصوا زي ما انتم شايفين كده لسه ساخن جدا، انا مكنتش قادرة امسكه. بتعرفي ازاي بقى اللي الوصفة بتاعتك نجحت؟ بتلاقيه متماسك، هو ده القوام بالظبط اللي احنا عايزينه، بيكون متماسك كده ما شاء الله، مش مفرول، مش مفهوش اي حاجة. حلو جدا مظبوط. دي واسهل طريقة ممكن تعملي بيها اللانشون في بيتك. وكمان مكوناته مش كتيرة زي ما قلت لكم. اعمليه بقى لاولادك في البيت كده هيحبوه جدا، انا اولادي فرحوا بيه جدا. وطعمه تحفة ما شاء الله، طعمه حلو جدا احلى من اللانشون اصلا، يعني طعمه معلي على اللانشون اللي بره بكتير. اللون بتاعه بقى زي ما قلت لك كده، لو انت حاباه نفس اللون اللي بره هتحطي له يعني نقطتين من لون الطعام الاحمر لحد ما توصلي للون اللي انت محتاجاه. انا بالنسبه لي كان حلو جدا. وطبعا البنجر اللي انا حطاه له مديله برده لون حلو قوي من جوه كده، فشكله حلو والاولاد فرحوا بيه جدا. تعالوا بقى نشوف مع بعض قد ايه القوام بتاعه ناعم ومتماسك وتحفه. ما شاء الله حلو قوي. طبعا كان لسه ساخن زي ما قلت لكم، ما سبتهوش برد، انا مقطعاه وهو ساخن على طول. كل ما بتسيبيه يرتاح بيكون معاكي اجمل واحلى كمان. خلاص كده. الفيديو بتاعنا حلو جدا وبسيط وخفيف بمناسبة المدارس بقى، فرحي اولادك واعملي لهم الحاجة اللي هم بيحبوها في البيت. ان شاء الله هتطلع معاكي النتيجة بتاعتها حلوة جدا. يلا بقى لو وصلتي معايا لهنا حطي اللايك بتاعك، لسه ما حطيتيش لايك ليه؟ وشيري الفيديو بتاعي مع كل اصحابكم وحبايبكم علشان يوصل لناس كتيرة جدا. لو اول مرة تشوفيني فعلي الجرس عشان يصلك كل الاشعارات الجديدة، وكل فيديوهاتي اول ما تنزل تجيلك على طول. خلاص كده. انا بقى هنا برضو عمالة اقطع قدامكم كده علشان اوريكم قد ايه القوام بتاعه حلو وقد ايه هو مظبوط جدا. النتيجة دي مضمونة 100%، عمرها ما تفشل منك، بس جربيها وامشي على الخطوات زي ما انا قلتلك بالظبط، هتطلع معاك ان شاء الله زي الفل. وطبعا ما تنسوش لو جربتوا اي وصفة من وصفاتي يا ريت تكتبولي في التعليقات الوصفة بتطلع معاكم مظبوطة ولا ايه. خلاص كده. شايفين بقى لونه جميل جدا، طعمه حلو قوي، ريحته جميلة جدا. عايزه اقول لك كمان ان انت ممكن توظفي اللانشون اللي احنا عملناه ده بكذا طريقه، ممكن تعمليه في البيت هيكون حلو قوي معاكي. حابه تعملي لهم سندوتشات برجر هتكون حلوه جدا معاكي. حابه تقطعيه بقى وتعملي له طماطم وشطه وكده يعني خلطه هيمشي معاكي ويكون حلو. عايزه تحمريه في شويه زيت كده بشويه فلفل اسود وتوابل وتقدمي جنب مكرونه برضه هيكون معاكي حلو جدا. فهو هتستخدميه في كذا طريقة هيكون حلو جدا معاكي، مش لللانش بوكس بس، يعني هيكون حلو في اللانش بوكس وكمان ليه كذا طريقة ممكن تقدميه بيها لأولادك. جربوه بقى بالطريقة اللي تعجبكم واكتبولي النتيجة طلعت معاكم ايه. قومي بقى فرحي أولادك بشوية حاجات بسيطة كده من البيت وهتعملي لهم أحلى لانشون، ما تجيبوش جاهز تاني من بره، كلنا عارفين أضرار اللي بره.
خلاص كل حاجة بقت سهلة، مش محتاجين ان احنا نشتري حاجة من برا تاني، واحنا واثقين ان هي بتضر اولادنا مش بتنفعهم. استنوني في فيديو جديد، باي.